بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. إذا اليوم غادي نديرو تصحيح ديال مادة اللغة العربية لمباراة توظيف أساتذة التعليم الابتدائي الأطر النظامية للأكاديميات، التخصص المزدوج ديال هاد الدورة، دورة نوفمبر 2022. إذا نبداو على بركة الله. بالنسبة لهذا الامتحان على شكل QCM، يعني سؤال والأجوبة على شكل اختيارات، يعني وغادي نختاروا الجواب الصحيح فيما يأتي. إذا النص عبارة عن هل نص سردي أم إخباري توجيهي حجاجي؟ إذا النص ملي غادي نقراوه غادي نلقاوه باللي هو عبارة عن نص توجيهي. السؤال الثاني: يعتبر اللعب أحد السبل التي يوفرها المجتمع للأطفال. كلمة المجتمع هي اسم مفعول، مجتمع. إذا كنعرفوا باللي اسم المفعول عنده واحد القاعدة، نخليها لكم في صندوق الوصف. إذا بالنسبة لسؤال 3: ظننت الأطفال يتكيفون مع البيئة. إذا جملة يتكيفون مع البيئة إذا هي تعرب اسم مفعول. الفعل المجرد من بين الأفعال التالية يكتسب. إذا هنا هو يكسب. بالنسبة للسؤال الخامس: كلمة ابن المكتوبة بطريقة خاطئة. إذن هي الجواب ديال هو السؤال يا ابن آدم أقبل. إذن هنا يبن مكتوبة بطريقة خاطئة. إذا ننتقل للسؤال 6: الاسم الجامد فيما يأتي هو الحجر. إذا هنا اسم جامد، إذا المجتمع، اللعب، التحصيل هي أسماء ليست بجامدة، والاسم الحجر هو اسم جامد. إذا ننتقل دابا للسؤال 7: الكلمة المكتوبة بطريقة صحيحة هي تلألؤ هي كلمة مكتوبة بطريقة صحيحة، عكس الكلمات الأخريات تساءل، تساؤل، تفاؤل إلى غيره. إذا الآن ننتقل للسؤال 8: فكرة النص العام ما هي؟ إذا من بعد ما نكونوا قرينا النص قراءة جيدة غادي يتضح باللي الجواب الصحيح هو اللعب له دور أساس في تنمية شخصية الطفل. لعمرك إن لعبت باستمتاع، إن لعبك لمحمود. أسلوب هذه الجملة هل هو أسلوب مدح أم أسلوب إغراء أم أسلوب قسم أم أسلوب شرط؟ إذا لعمرك هي أسلوب قسم. نعم، كنأكدوا على أنها أسلوب قسم. بالنسبة للسؤال 10: كلمة أطفال هي عبارة عن جمع قلة، جمع كثرة، أم صيغة منتهى الجموع، أو لا جمع مذكر سالم؟ إذا بالنسبة كلمة أطفال عندنا طفل، جمع الكلمة هي أطفال، إذا كيتضح أنها جمع قلة. هذا فيما يخص السؤال 10. الجواب الصحيح ديالو هو السؤال هو الإجابة رقم أ. الآن ننتقل للسؤال 11: يجب على الأطفال أن يلعبوا. إذا المصدر المؤول أن يلعبوا هو عبارة عن فاعل. بالنسبة للسؤال 12: الجملة الصحيحة هي جملة سي.
أيا موظف اللعب في التعلم أيا موظف اللعب في التعلم هي الإجابة الصحيحة. إذن أيا موظف اللعب في التعلم أحسن توظيفه. إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة سي. نعم، هي الإجابة سي، لأن أيا موظفي. وكثيرا ما يشاهد الأطفال يلعبون وهم يقلدون أصوات بعض الحيوانات. جملة وهم يقلدون أصوات بعض الحيوانات وقعت. إذن وقعت حالا. التعاون على تنمية المهارات الحركية لدى الأطفال هي أسلوب هذه الجملة أسلوب إغراء. التعاون على تنمية المهارات الحركية لدى الأطفال، إذن هي عبارة عن أسلوب إغراء. تصغير كلمة أنفسهم هو، إذن هي إجابة ضد كلمة يقلدون في النص هو يقلدون، إذن ضد دياله هو يخالفون. نعم. شرع الأطفال في ممارسة لعبتهم المفضلة حين فهموا قانونها. جملة فهموا قانونها، إذن هي عبارة عن مضاف إليه. إذن الإجابة دي. بالنسبة للسؤال 18، الجمع الخاطئ لكلمة كسلان هو سؤال بي. كسلاء هي إجابة خاطئة. يعني كسلان كسلاء، يعني هو الجمع الخاطئ هو البي. سؤال 19، الفكرة الأساسية للفقرة الثانية هي دور اللعب في تكوين شخصية الطفل وإدماجه في المجتمع. هي الجواب مصدر الفعل الماضي تمثل، إذن هو الإجابة سي. الجملة الصحيحة فيما يأتي هي، إذن هي الإجابة دي. كانت الطفلتان النشيطتان قادرتين على اكتساب مهارات حركية. نعم، كانت الطفلتان، إذن هنا